السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفه جديده من وصفاتي. ان شاء الله تكونوا كاع بخير وصحتكم لاباس. وصفتنا لنا اليوم بصوص تاع البيتزا، تجي خير من اللي تتباع، تجي حمراء، اللون تاعها يشهي. راكو شفتوا اللي تتباع وراهم يخدموها اورانج، يعني بزاف اللي ما يعرفوش يخدموها اورانج، ما يخدموهاش حمراء. بصح في هذه الوصفه نعطيكم كاع الاسرار باش لاصوص تاعكم تخرج لكم حمراء ما تخرج لكمش اورانج. نقولوا بسم الله ونفوتوا المقادير وطريقه التحضير. هنا عندي 5 حبات كبار نتاع الطوماطيش، معاهم حبه تاع بصل. لكل 5 حبات طوماطيش ديروا حبه تاع بصل. حبه تاع بصل ما تكونش كبيره بزاف، تكون متوسطه. ونقول لكم سمحوا لي على الاصوات في الفيديو، الحسن تاع الخدام يعني تاع الماسون. كيما هكا جيبوا هذاك الطوماطيش والبصل تاعكم ديروهم في الكوكوط، وزيدوا عليهم 2 مغارف صغار معمرين تاع فلفل احمر باش يعطينا اللون شباب. ماذا بكم فلفل الاحمر يكون نوعيه شابه، شويه فلفل الكحل يعني غير 4 مغارف صغيره، مغرف صغيره تاع الملح، مغرف كبيره ممسوحه تاع السكر. هاد السكر غادي يكسر هذيك الحموضه ويمد ذوق شباب لاصوص تاعنا، ما تجيش هذيك لاصوص الحامضه بزاف. زيدوا مغرف كبيره طوماط كونسونطري كيما شفتوا البنات، مغرف مسرحه يعني ماشي بومبي، المغرف ما تكونش بومبي بزاف بالطوماطيش. والسر اللون تاع لاصوص تاعكم هو الزيت، ما ديروهش كاع في هذه المرحله. شوفوا البنات هذوك لي زيبيس خليتهم غير من الفوق، حركتهم غير من الفوق، ما وصلتهمش للقاعده باش ما يتحرقوناش لتحت. نزيد مغرف صغيره تاع الزعتر ومغرف صغيره تاع الزعتره، الزعتره وحدها والزعتر وحدها، في زوج يتباعوا عند العشاب ولا عند اللي يبيعوا هادو لي زيبيس. وزدنا ورقه واحده تاع الرند للناس اللي ما يبغوش الكون تاع الرند بزاف، ديروا غير ورقه واحده. وسنينه واحده تاع الثوم قصيتها على 4. هذا مكان البنات كيما قلت لكم ما نديروش كاع الزيت. شفتوا البنات هذيك المغرف نتاع الطوماطيش كي رفدتها قربتها لكم كان لاصق فيها شويه زيت، حاولت هكا نقلعها لخاطر انا الطوماطيش كي نخويها من القوطي تاعها ونديرها في بقاله تاع الزاج ولا نكب عليها الزيت من الفوق باش هكا ما تخسرش معايا. عليها كان فيها شويه تاع الزيت وهي خاص ما يكونش كاع فيها الزيت. ندوها فوق الغاز ونبلعوا عليها 20 دقيقه. بعد ما تفوت 20 دقيقه على نار متوسطه، شوفوا متوسطه رايحه القليله، يعني ما تكونش مجهده بزاف باش ما تنحرق لكمش. كي حليت عليها شوفوا كيفاش لقيتها. تجيبوا الميكسور تاعكم تقلعوا قبل هذيك الوريقه تاع الرند والباقي كلشي نميكسيوه. وهنا بعد ما طحنا كلشي رجعوها فوق الغاز تطبخ واحد 5 دقائق هكاك حتى تشوفوها هكا تغلات معاكم كي شغل طابت واحد 5 دقائق، وعاودوا نطفوا عليها ماشي بزاف. هنايا كيفاش 5 دقائق وطفينا عليها نجو نديروا لها 4 مغارف نتاع الزيت. الزيت في الاخير كاع كي نطفوا عليها، ماشي كي تردوها تطبخ 5 دقائق، لا كي تطفوا عليها كاع صاي كملتوا الطياب تاعها وطفيتوا عليها. الزيت هو اخر حاجه، لخاطر لا درتوها في الاول ولا درتوه في الوسط لاصوص تاعكم تجي اورانج. وصراحه جات حمرة تشهي، غير الاضاءه ماهاش عطيتها حقها، لخاطر صورت في الليل التصوير يختلف نتاع النهار ونتاع الليل يختلف، يعني نتاع الليل ما يعطيكش الصوره الحقيقيه كما تشوفيها قدامك، شويه تختلف الاضاءه. وهنايا بعد ما خلطنا الزيت مليح جيبوا بقاله تاع الزاج تكونوا غاسلينها مليح معقمينها بالماء سخون وناشفه مليح من الماء، عمروا فيها لاصوص تاعكم. ولازم تعمروا لاصوص حتى للفوق، تخلوا لها الفوق تقريبا واحد نص سنتيم. هذاك نص سنتيم عمروه بزيت الزيتون ولا حتى بالزيت العاديه معليش. نخلوها تبرد مليح، ما تغلقوش عليها حتى تبرد مليح باش ما هذيك الغلاقه ما ديرش فيها العرق هكا ويولي يقطر عليها. كي تبرد مليح نبلعوها. هنايا عندي الخبز تاع البرجر يتباع واجد، كيما تقدروا تخدموه في الدار. كاش نهار ندير لكم الوصفه في الدار يجي بنين بزاف. هنا غادي نقصوا الخبزه في الوسط ونديروهم على شكل ميني بيتزا يجوا بزاف بنان. وهنا تاني غادي نعطيكم تدبيره. لما كاش عندكم هذا الخبز يعني ما شريتوهش ما طيبتوهش في الدار، غير الخبز العادي اللي نشريوه يكون عندك بايت باش هكا ما تضيعيش كاع الخبز البايت. تجيبي هذاك الخبز البايت تاعك وتقسميه هكا شرائح على زوج دوك تشوفوا في الفيديو، وتعمروه بلاصوص وديروا له كيما نديروا ميني بيتزا. تعرفوا يا البنات يجي بنين بنين تاع الصح، ويجي خير من هذا اللي راني نديره لكم. هذا تاني يجي بنين، هذا تاع البرجر يجي بنين صراحه، والشكل تاعه همي وكاع. بصح نتاع الخبز العادي يجي حاجه واحده اخرى كاع، على بالي بلي غادي وليدكم يهبلوا عليه. شوفوا هنايا قبل ما ديروا لاصوص جيبوا شويه زيت الزيتون وطليوهم هكا بزيت الزيتون. هاد زيت الزيتون تعتبر كيما نقولوا كعازل، الاولى تمد البنه، وثانيا كي نحطوا فوقها هذيك لاصوص تاع البيتزا ما يتشربهاش كاع هذاك الباب، تقعد هذيك لاصوص تبان شويه من الفوق. وشوفوا لي هذاك اللون تاع لاصوص كيفاش جا احمر وجاي شاهي. وهنا يجيبوا فرماج ربي ديروه هكا غير في الوسط. انا ما بغيتش نخرجها حتى للجناب باش هكا تقعد هذيك لاصوص يبان اللون تاعها. صراحه جات شاهي زعما غير الاضاءه ما عطيتها حقها، تشوفوها قدامكم جات تهبل. هنايا من الفوق درت زيتون خضر كيما تقدري ديري هكا شرائح تكوني قصتهم رقاق تاع الفلفل، تقدري ديري طون مايس يعني اللي كان عندك ديريه. انا درتها لكم ساهل ماهل غير بالصوالح اللي كانوا عندي في الدار.
كيما هكا وندخلها في كوشه اللي كنت مسخنتها مسبقا. طيب 10 دقائق من تحت وعاود نطفي عليها ونشعلها من الفوق حتى يذوب الفرماج. وهنايا هذا الخبز البايت. كي يكون عندكم الخبز البايت على بالي الصغار يبغوا ياكلوا غير الحامي غير الخبز الجديد، والخبز البايت يقعد حتى يبس حاجه باينه ما نقيسوش، نلموه نعطيوه اللي يربوا الحيوانات الابقار الاغنام وكاع. بصح باش ما تبقاوش تضيعوا منه بزاف ولادكم ياكلوه ديروا لهم بهذه الطريقه يجي يهبل. صراحه جاب لنا عالميه، انا ولادي ماتوا عليه، تامنوا باللي قالوا لي عاوديه لنا وعاوديه لنا كل مره. وما درتش غير هذه الكميه، درت كميه كبيره وما شاء الله ما بقى منها حتى شويه، تالمون جاب بنين تاع الصح. المهم تقدروا ديروه لهم ترافقوه مع الشوربه مع عدس مع كيما نعرفوا المشتيلق مع هالمراقي، ديروه كمرافق لهذيك المرقه غادي يتكل ويجي ما شاء الله. نجي هنا نقسم لكم هذا، شوفوا من الفوق تخلوه حتى يحمر وهذاك الفرماج كاع يذوب. شوفوا البنات صراحه جابنين، شحال ما نشكر لكم فيه ما نوفيش حقه. يجي من برا مقرمش ومن الداخل يجي طري كيما هكا، هذاك الفرماج دايب، هذيك لاصوص بنينه بزاف. نقول لكم غير جربوه وردوا عليا، حتى لما جربتوهش بهذا الخبز تاع البرجر ما كانش عندكم وما طيبتوهش وما شريتوهش، ديروه غير بالخبز البايت. نتمنى تجربوه وتعاودوا ترجعوا في التعليقات وتخلوا لي رايكم. وهذه يا خواتاتي نقول لكم هاد لاصوص غير خبوها في عينيكم، كتبوها تيليشارجيو الفيديو، المهم غير خلوها تسحقوها في رمضان، تسحقوها في سائر الايام. يعني هاد لاصوص تاع البيتزا انا كاع ما نبدلهاش. واللي وصلت معايا هنا لنهايه الفيديو نقول لك اختي ما تبخلينيش بهذاك الجام وهذاك التعليق باش يطلع الفيديو، بارطاجيو لي الفيديو مع احبابكم واصحابكم كي تعم الفائده. الى فيديو قادم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم.